انت علشان تحول الداتا دي الاناليسز يبقى لازم يكون عندك ايه؟ عندك حاجتين. اول حاجه تبقى فاهم كويس التايم اللي انت بتشتغل فيه. بسم الله قبل ما نخش في اي حاجه كده، انت بتعمل داتا شهر ولا كوارتر ولا سمستر ولا سنه؟ حدد لي الفتره الزمنيه اللي انت بتشتغل عليها، وتعالى بقى نتعلم ازاي نحول الداتا اللي هي ملهاش اي قيمه بالنسبه لنا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، ونخليها ليها قيمه وليها معلومات. انك تحط مجموعه من البارامترز على الداتا دي فتديك انفو، تديك معلومه واضحه. اديتك مثال قبل كده، انا بايع ب 100,000 دولار، كويس ولا وحش؟ ما اعرفش. تارجتي 200,000 دولار، انت كده عامل 50%. عامل 50% دي داتا ولا اناليسز؟ اناليسز. برافو عليك. ليه؟ لانك قارنت حاجتين ببعض فعرفت دلوقتي الاناليسز بتاع الرقم. طب سؤال بسيط، ازاي اعمل اناليسز؟ عندك مجموعه من الارقام والمندوبين والمنافسين والسوق والكومبيتيتورز، ارميهم لك كده واقول لك خد حلل. فاكر دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كونسبشوال سكيلز، اتكلمنا عنها. برافو عليك، اتكلمنا عنها قبل كده. طيب اول بارامتر تقيس عليه الداتا اسمه ايه؟ اسمه اتشيف. حط الرقم اللي انت بتقول عليه مقارنه بالتارجت. ببساطه خالص، انت جايب 100,000 دولار وتارجتك 200,000 دولار، انت عامل 50% من رقمك، ده اسمه اتشيفمنت. ادي اول بارامتر. طب عايز داتا اكتر، عايز انفو اكتر، معلومات اكتر، تيجي نقارن الرقم ده بايه تاني عشان نتاكد انت ماشي صح ولا ماشي غلط. ما تيجي نقارنه بالسوق كله، الماركت كله، وده اسمه ايه؟ ماركت شير. صح؟ سوق بايع، انت بايع ب 100,000 دولار والسوق بايع بمليون دولار، انت كده عامل ماركت شير كام في المية؟ 10%. كده عرفت نسبتك بالنسبه للسوق كام، وده اسمه ماركت شير. طب ده معناه ان انت كويس؟ معناه انت يعني جامد، ولا عندي حاجات تانية اعرف اطلع منها معلومات؟ عندنا حاجات كتير. صح؟ برافو عليك. زي ايه مثلا؟ ما تيجي اقارنك بنفسك بس في فتره سابقه. يعني لو قارنتك مثلا Q1 2025 قارنتك بQ4 2024، لو قلت لك الشخص اللي دلوقتي جاب 50,000 دولار من 100,000 دولار ده كان عامل 50%، وده رقم سيء جدا، وحش جدا. بس لما جيت قارنته بالكوارتر اللي فات لقيت ان الكوارتر اللي فات اصلا كان مبعته 10,000 دولار قبل الراجل ده ما يجي، يبقى الراجل ده عامل جروث كام؟ 500%. ففي هنا حاجه في الداتا بتقول لي لما قارنت رقمه بالرقم اللي قبل كده ده عامل جروث كويس جدا. يبقى الحسبه مش حسبه دايمنشن واحد او زاويه واحده بيقيس عليها خالص. لازم نتعلم ان الاناليسيز لازم يتعمل من الزوايا كلها عشان يديك معلومات صح.